في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعه نتكلم على كيفيه القضاء والتخلص على الحشرات المتواجده في جسم فرد الحمام بطريقه عملي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبابي في الله، احبابي بره مصر وجوه مصر، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه وسعاده يا رب العالمين. قبل ما نبدا اي كلام يا جماعه نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب، صلاه النبي هي مكسبه يا جماعه. يا ريت الكل يصلي على النبي في التعليقات عشان صلاه النبي هي مكسبه. النهارده في الفيديو ده يا جماعه جايبين لك على كيفيه القضاء والتخلص على حشرات المتواجده في جسم فرد الحمام بطريقه عملي. يعني النهارده انا جايب لك بطريقه عملي ازاي ان انت تتخلص على الحشره اللي في جسم فرد الحمام بطريقه سهله وبسيطه، غير طبعا الفيديو اللي انا عملته اللي قبل ده ان شاء الله، اللي انا عملت فيه لتربيه الحمام التخلص والقضاء على الحشرات مثل السوس والفاش والصراصير والحاجات ديت والذباب، الناس اللي بتعاني منها في المكان. تمام. احنا النهارده في الفيديو ده هيبقى في جسم فرد الحمام، اوريك ازاي ان انت تتخلص من الحاجات ديت. اساسي 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 وسهله جدا، واوريك عمليه التخلص بطريقه سهله وبسيطه. ده يا جماعه ده تول، ده تول امن، هتحط منه حوالي، ده امن يعني مخفف، يعني مش حاجه بسيطه كده، بس زي غطيين. احنا دلقنا غطيين على تنرة ميه، شويه الملح بتوعنا الجمال اهو، ملح طعام حاجه عاديه خالص، معلقه صغيره كده او معلقه كبيره برضو اهيت، عشان برضو كتر الملح كويس، بس يعني حاجات امنه. حتى كترت منها قللت، ما ينفعش تقلل منها عشان تعمل لي برضو ايه طبعا الناس اللي هي بتعاني من الفاش بتاع فرد الحمام والسوس اللي بيبقى هنا، بيبقى هنا. بص انا عشان عندي بسم الله ما شاء الله الحمام نظيف، ما بيبقاش غير فيه سوس، حاجات بسيطه. بيبقى سوس بطريقه فظيعه في الريش كده، تلاقيه السوس معشش فيه. بص انا سوس اهي، بص شايفها في الكاميرا اهي الكاميرا اهي شايفها اهي يا ناس، عشان برضو ايه الناس تصدق اهي. هي دي سوسه واحده اهي. بيبقى في الريش ده سوس كتير جدا. الفاش اللي بيبقى متواجد بيبقى موجود في الرقبه، يا اما في الديل، يا اما في الحاجات الناعمه دي، يا اما في قلب الجناح من جوه. بيبقى فاش عباره عن ذباب كده، هوريهولك. هسيب لك الصوره على اليمين يا اما على الشمال. هسيب لك صوره على اليمين يا اما على الشمال. تمام. هجيب لك صوره يا اما شمال يا اما يمين، واوريك برضو حشره الفاش، واوريك حشره اللي هي بتبقى في الريش دي اللي عامله زي السبان كده. تمام. واوريك الصراصير، واوريك اشكال ايه. هسيب لك الصوره ان شاء الله عشان برضو تطلع عليها في الفيديو. فاحنا ان شاء الله كيفيه طريقه التخطيص سهله جدا جدا جدا، عشان اطلع الحشرات المتواجده او انضف فرد جسم الحمام بطريقه سهله وبسيطه. والله العظيم مش هتاخد معاك اي شيء. والديتول أأمن يا جماعة، عشان احنا بنرش بالكرول، اما لما نغطس بالايه؟ بالديتول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله اهو. هيظهر بقى معانا اي شيء في جسم فرد الحمام، هيظهر معانا بسرعة بالطريقة دي. بس اهم حاجة ان انت تخلي بالك من الرقبة، خلي بالك من الرقبة. بص لو فرد الحمام عندك في اي فاش او اي سوس او اي حاجة، هتطلع بطريقة سهلة وبسيطة. والحاجات دي مش مكلفة، الحاجات دي من البيت، سهلة وبسيطة جدا 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 جدا. حاجات هتلاقيها في المنظفات عند ست البيت. هتغطسوا كده، طبعا الفرد ده نضيف ما فيهوش اي حاجة، نضف اهو، مفيش اي حاجه في الميه، مفيش حاجه طلعت. ليه؟ عشان انا برش مكاني ومفيش عندي اي حاجه بعاني منها زي السوس او الفاش. فمن الطبيعي هروح اجيب فرد كمان. خليكم معايا في الفيديو. وجينا لكم يا جماعه بالفرد الثاني عشان نتاكد ان عشتنا فيها فاش او سوس او اي حاجه. بص الريش عامل ازاي، بالصلاه على حضره النبي.
حاجه وهم، حاجه وهم. الصلاة على حضرة النبي، حاجه زي الفل. ناخد صوره برضو كده ومع بعض اهو. نبتدي بقى ان احنا يا جماعه نغطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد اهو، معلش عشان كنا بناخد صوره مصغره، عشان برضو ايه يبقى هو الصوره المصغره هي دي الطبيعه اللي احنا في فرد الحمام، اللي احنا نحطها على الفيديو اللي هو زي ما احنا بنعمل بالظبط. هو دي الحقيقه اللي حاصله اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. مفيش اي حاجه اهو. لقيت ذبابه يا جماعه، واحده اهي. بص اهي، بص اهي التخلص اهو، عشان تتخلص من الذباب اهو. موت. وادي واحده كمان اهو. ده كله هيظهر بقى بالصلاه على النبي اهو. اهو كده قتلت اتنين، وادي قتلت التالتة. مليان ده. في حمام هتلاقي فيه وفي حمام مش هتلاقي فيه. يبقى الحمام اللي انت هتلاقي فيه تقتله فورا، عشان ده لو مسك فيك بص كتير. انا طلعت كتير بص، وعمال يطير في بص في الصلاة على حضرة النبي. كويس كويس كويس. انا عايز الفيديو برضو عشان ايه الناس اللي هي بتشتكي تعرف تعالج. ما انا عايز حاجة يبقى فيها، والحمد لله انا مش متضايق ان انا لقيت عندي حاجة، بس هعرف اعالجها. بص اهو اهو يا جماعه. انا قتلت حوالي يجي لغايه دلوقتي 8 او 7 اهو، وادي 2 كمان. يلا وده فرد الحمام ما خدتش بالي. خلي بالك عشان ما يشربش من الحقيقه، بس هو امن ما فيهوش حاجه. ما خدتش بالي اهو اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي واحده اهي اهي. ده بقى بيمص دم فرد الحمام اهو. الحشر ده بقى اللي هو الذباب الطير ده اوسخ حشره بتجنن فرد الحمام. اوسخ حشره انا ما بحبهاش. فطبعا احنا مش هنبهدل فرد الحمام كده، احنا نضفناه نظافه برده كويسه. يعني ايه لو في واحده او اتنين هيخرجوا بعد اللي احنا حطيناه ده، وهتبقى 100 فل و19 كده. انا هشيل لكم الريش عشان تتفرجوا لنا ايه موتته اهو في القعر هناك اهو. اهو الذباب في القعر ده دوست عليه بايدي عشان يموت، عشان ده حشره ملعونه بتبقى في الكلاب. الحشره دي بتبقى اوسخ حشره، المربين كلهم بيعانوا منها. حشره الذباب دي اوسخ حشره، المربين كلهم بيعانوا منها. حشره ملعونه انا ما بحبهاش عامه. انا هو حمام ما بحبش الحشره دي. الحشره دي بتقعد تمشي على الايد كده وتاكل في ايد فظيعه وبتقرص، وكمان لما بتبقى في الزغاليل بتموت الزغاليل وبتمص دمهم. من الطبيعي يبقى انت تخلي بالك من الكلام ده، واهم حاجه ان انت تغطس وتقتل على طول فورا عشان ما يطيرش على وجهك او يطير على جسمك هيبهدلك. طبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو. لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناه ارنبكو وطيور الخير. واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.